الاهلي النهارده ضيع من ايده فوز سهل جدا بعد التعادل مع سيمبا التنزاني في افتتاح الدوري الافريقي. المباراه اللي الاهلي كان ممكن يريح نفسه كتير قوي وينهيها في الشوط الاول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل أصحابي وإخواتي وحبايبي، كل عشاق ومشاهدي ومشجعي كرة القدم، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات أهلاوي فندي. بستأذن حضراتكم زي ما متعودنا دايما في البداية ما تحرموناش من اللايك من الشير، إحنا بيكم يا جماعة وإنتوا اللي هتعلوا لنا البرنامج إن شاء الله بأمر الله علشان يوصل لكل الناس إن شاء الله بأمر الله. لو حضرتك جديد معانا وعجبك المحتوى يا ريت تشترك معانا في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من برنامج أهلاوي فندي. فعلا النادي الاهلي النهارده ضيع من ايده فوز سهل جدا، وانا مش مع الكابتن محمد الكواليني مثلا لما قال ان التعادل ده بطعم الفوز او بطعم المكسب. لا، انا بالنسبه لي هو تعادل بطعم الحزن، مش هقول بطعم الهزيمه. تمام، لان انا برضو بلعب بره ارضي ولسه المباراه الثانيه ان شاء الله يوم الثلاث، وانا عارف ان شاء الله بامر الله المباراه الثانيه الاهلي هيقبض على سيمبا. تمام، لكن انا بقول يعني التعادل النهارده بطعم الحزن، لان النادي الاهلي النهارده كان ممكن يخلص الليله كلها في الشوط الاول. كلنا طبعا اتفرجنا على المباراه واتفرجنا على الاهداف المؤكده اللي ضاعت. هدف من بيرسي تاو، يعني كان سهل جدا. طبعا هدف كهربا ده حزن الحزن، يعني ان هو يضيع. الكرة اللي لعبها له رضا سليم عرضية، تمام، وهو دخل شاطها بطريقة غريبة. اكتر من هدف يا جماعة ضايعين في الشوط الاول. الاهلي كان ممكن يخلص الدنيا ويقضي على المباراة كلها في الشوط الاول. قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله والشكر لله. مش بقول ان التعادل وحش، هو كده او كده. انا تعادلت بره ارضي وتعادلت بنسبة اهداف كويسة. تمام، يعني هنا اختيارات كتيرة جدا واحتمالات كتيرة جدا تعديك من المباراة اللي هنا. بس مش هو ده النادي الاهلي. مش هقعد النهارده اقول اصل لو عملت كذا ولو جبت كذا. انا النادي الاهلي، تمام، مع احترامي لاي حد، يعني احنا ما عندناش الحسابات دي. انا طالع بلعب مباراة، انا سيد اسياد القارة الافريقية، حقي ان انا اقول الكلام ده. فالنهارده كان الاهلي كان ممكن خلص الليله، بس قدر الله ما شاء فعل. انا يعني مش هنقعد نحلل في المباراه ونقول حصل ايه واتلعب بطريقه ايه، بس في بعض اسباب انا شايفها في نظري انا، بعض اسباب للتعادل. عدم التركيز. انا شفت النهارده عدم تركيز في خط الدفاع في الشوط الثاني. في الشوط الاول كده او كده ما ظهرش، لان انت كنت ضاغط على سيمبا في الشوط الاولاني، فما حصلش عندك في الشوط الاولاني تواجد جامد لسيمبا في منطقه جزائك عشان نقول لا الدفاع كان كويس، لا الدفاع ما كانش مركز. لكن في الشوط الثاني سيمبا بقت عندك في منطقه جزائك، وهوب راح جاي الجون الاول وبعديه على طول بكام دقيقه الجون الثاني. انا شفت عدم تركيز في خط الدفاع. ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، يعني ينضم معاهم شويه كريم الدبيس ومحمد هاني في التغطيه. انا شايف ان في عدم تركيز وخاصه من قلبي الدفاع. الجون الاول انت يعني اللعيبه فجاه وقفت، فقدت تركيزها، والموضوع راح عندها كده كام ثانيه ان هم خلاص تخيلوا ان الكره العرضيه اللي اتلعبت بالهيد دي خلاص دي طالعه بره. طبعا الراجل لحقها من سيمبا، لحقها وراح رددها على طول لواحد واقف لوحده في حلق الجون. طب ده واقف لوحده بيعمل ايه يا جماعه؟ ياسر ابراهيم ورامي ربيعه هو واقف ما بينكم، لكن ما بين كل واحد فيكم واللاعب ده حوالي متر متر ونص، فطبعا واقف لوحده خالص. الكره جات له بمزاجه، حطها بمزاجه. تمام، الشناوي برضو كان متوقع ان الكره طالعه. يعني انا تخيلت في جريه الشناوي ان هو بيجري ورا الكره عشان يجيبها او يجيب اي كره تانية علشان يلعب ضربه مرمى، فهو فوجئ بان اللاعب بيردها تاني في الستة ياردة. فده عدم تركيز من المدافعين، الاثنين المدافعين، وعدم تقدير
لقوه الكوره والهجمه، عدم تقدير من الشناوي. تمام، ده بالنسبه للجون الاول. الجون الثاني انا شايفه سوء في التمركز. 3 لعيبه واقفين قدام الراجل اللي حط الهيد، اللي حط الكرة بالهيد. تمام، 3 واقفين عاملين حائط صد، والراجل يخش من قدامهم ويلعب الكرة براسه وتعدي الكرة من ما بينهم وتخش جون. ده سوء تمركز. يعني انتوا 3 وقدامكم واحد بس، مش عارفين تقفلوا عليه، مش عارفين لا، ما ينفعش. تمام، فده كده سوء تمركز بالنسبة لخط الدفاع عندنا. الهدفين ما لهمش اي معنى ان هم يجوا، ومش هم دول الهدفين اللي يجوا في النادي الاهلي. فانا شايف ان من اسباب الهزيمه الاول ان سبب الجونين اللي جم فيك هو عدم التركيز. برضو في حاجه تانية اللي خلت الشوط الاول يطلع بالمنظر ده. انت كنت ممكن تطلع الشوط الاول بالراحه وانت مرتاح خالص كسبان 3-0. الجون اللي انت جبته وجونين مؤكدين ضايعين، واحد من بيرسي تاو وواحد من محمود كهربا. السبب في الموضوع ده هو التسرع في انهاء الهجمه. بيرسي تاو قفشه حط له كوره بلسم بتقول لك هاتني جون، والجون كمان ساب الجون وطلع لك. يعني من فوق تشيب باص تيجي في الزاويه البعيده تيجي، حتى لو انت ظبطت نفسك وحطيتها له في الضيقه تيجي. طبعا بيرسي تاو اختار حل غريب خالص. الكوره راحت في السماء، بالنسبه هي كانت رايحه في المقص اليمين، بس هي طبعا طلعت بقى فوق المقص اليمين بحوالي 4-5 ياردة. يعني بيرسي تاو النهارده ما كانش في تركيزه خالص. بيرسي تاو كان اوت اوف بوزيشن خالص. مش هو ده بيرسي تاو اللي قاعد فارم الملعب كله بنظراته وبعينيه وبدماغه. لا، بيرسي تاو النهارده ما كانش في تركيزه. يمكن يكون علشان الموضوع اللي احنا سمعناه ان بيرسي تاو عنده مشاكل عائليه وفي اسرته والكلام ده، يمكن. بس يا بيرسي يعني مش ده شغلك، وفي جماهير بالملايين قاعده مستنيه انت هتعمل ايه. الله يعينك على اللي انت فيه، بس انت عارف لازم يكون في الواحد بيفصل ما بين شغله وما بين ظروفه. ده بالنسبه لبيرسي تاو. كهربا كهربا عايز يقول للكولر اوعى تنساني علشان انا معاقب في الدوري المصري. اوعى تنساني علشان انا قدامي لسه 4-5 مباريات على ما ارجع العب معاك تاني. اوعى حد ياخد مكاني من الاخر. فعايز بسرعه يلحق يوري كولر شفت الماتش اللي انا رجعت معاك فيه عملت ايه. ودي كانت النتيجه. الكوره اللي اتلعبت له من رضا سليم من الناحيه الشمال، رضا سليم عملها ارضيه عرضيه كده. تمام، دي ما كانتش يعني ملهاش مكان يا كهربا غير الجون، ملهاش مكان غير الشبكه. لو هتحطها فيرست تايم على طول اول ما تجيلك مكانها الشبكه. لو هتسندها وهتدخل على الجون ده انت هتموت الجون. ما كانتش تضيع. قدر الله ما شاء فعل وضاعت. بس انا بنتكلم في اسباب التعادل. مش عارف ليه يا جماعه لساني عمال كل ما اجي اقول اسباب عايز اقول اسباب الهزيمه. انا مش عارف، انا حاسسها انا مش فرحان بحق الله. انا مش فرحان بالتعادل ده، لكني من جوايا بقول ايه ان شاء الله بامر الله خير. يعني اللي جاي هيكون احسن ان شاء الله بامر الله، وكلها يومين 3 ويوم الثلاث جاي ونخلص من القصه دي. ده بالنسبه لقصه التسرع. عندي بقى حاجه كده عايز اقولها عشان الحاجه دي خانقاني قوي. انا ما عمريش اتعودت ان انا يعني اتهم لعيب في النادي الاهلي قوي او اضغط عليه قوي او كده. حلو، بس انا شايف في رعونه وخلاص الموضوع بدأ هيبقى خنقه. قلنا لك يا عم محسن لو سمحت لم عيالك عننا. صلاح محسن النهارده يا جماعه
الكوره انتوا يعني كلكم شفتوا الماتش، شفت الكوره اللي خدها من تلتين الملعب، وبدأ وشه لجون سيمبا، والباك بيجري معاه، وهو بيجري اولا في سرعه، في بطء، سوري، في بطء في الحركه. الكوره دي في رجل لعيبه كتيره، هيرمي الكوره قدامه 2 3 متر ويقوم عامل سبرنت، وكل ما يوصل على الكوره يزقها شويه، خلاص هيخلي الباك ده في ظهره 4 5 متر وراه، ويخش لوحده مرتاح مع الجون. وخاصه ان انت المسافه من ساعه ما استلمت الكوره لحد الجون تتيح لك ان انت تعمل سبرنت كويس. يعني في فرق بين ان انت يكون ما بينك وما بين الجون 5 6 متر واستلمت الكوره، هتلحق امتى تعمل سبرنت. انما لا، ده انت كان في مسافه جامده ان انت تعمل سبرنت كويس، ترمي الكوره زي ما قلنا وتجري وراها. لكن السرعه دي مش موجوده عند صلاح محسن. هو واخد الكوره وعمال بيزق في الكوره وبيجري بيها، والباك خلاص، الباك مقفل عليك، بدليل ان انت لما جيت تشوط الباك راح حاطط رجله، راح مطلعها كورنر. كوره ما كانش برضو لها مكان غير الجون. فواضح كده ان فعلا هو صلاح محسن زي ما كولر قال، انا وافقت على رجوع صلاح محسن لان ما كانش قدامي اختيارات. ولو جبنا مهاجم في شهر يناير ان شاء الله بامر الله، صلاح محسن مشكورا يطلع سواء باعاره او سواء ببيع. ف يا مسهل يا رب ان شاء الله بامر الله كده ايه. احنا فعلا خط الهجوم يعني في النادي الاهلي فعلا محتاج على الاقل، مش هنقول نمشي مودست علشان احنا لسه زي ما اتفقنا، مودست يا دوبك لعب ماتشين والراجل لسه زي ما مش عايزين نتكلم في قصته كتير، احنا بس محتاجين مهاجم تاني معاه. تمام. اخر حاجه عايز اقولها من اسباب التعادل، ما رضيتش اقولها في الاول عشان ما حدش يقعد يقول لك ايه يا عم هو انتوا النغمه دي على طول في بقكم يا عم مش عارف ايه. انا قلت اسباب كتيره في الاول، واسباب تدين لعيبه النادي الاهلي عشان ما حدش بس ايه يقول لي حاجه. بس اخر سبب انا شايفه هو الاجهاد، ومحدش يقدر ينكره. اجهاد لعيبه عارف شغاله في مفرمه، من الاهلي تطلع المنتخب، ترجع تاني الاهلي، لسفر لهنا للامارات، مش عارف ايه، للي بيطلعوا المحترفين الاجانب، لديانج لا، الموضوع فعلا فيه اجهاد. تمام. الناس دي بتقضي في الطيران وفي في المواصلات زي ما بنقول اكتر ما بتقضي في بيوتها. فطبعا لازم يكون في اجهاد. انت بتتكلم بالراحه كده يا جماعه في 7 لعيبه غير الاثنين اللي ما لعبوش كمان، اللي هم عبد المنعم وعلي معلول. انت بتتكلم في حسين الشحات، بتتكلم في محمد هاني، ياسر ابراهيم، مروان عطيه، كوكا، حسين الشحات، اليو ديانج، بالاضافه الى علي معلول ومحمد عبد المنعم. انت بتتكلم لك في 8 9 لعيبه فرقه. طبعا لازم يكون في اجهاد، واحنا كلنا شايفين بعيننا اللعيبه دي مجهده ازاي، وبتلعب فين وبتعمل ايه، وكل 3 ايام ماتش تمام. بس انا حبيت اخلي موضوع الاجهاد ده في الاخر عشان ما حدش يتكلم فيها يعني. وانا مش بعتبره شماعه، يعني انا موضوع الاجهاد ده مش بعتبره شماعه، مش بعلق للنادي الاهلي اخطائه على شماعه الاجهاد، لا. انا بدات الكلام قلت لكم انا ذات نفسي زعلان من التعادل. انا كان المفروض ان انا اكسب النهارده واكسب بسكور كمان. وخلي بالكم يا جماعه، مكسب الاهلي النهارده اللي هو الفوز السهل اللي احنا قلنا عليه كان هيبقى رساله قويه جدا جدا، ومش رساله واحده، ده رسائل، مجموعه رسائل. رساله للفرق اللي موجوده معاه في الدوري الافريقي، ادي اول رساله. رساله في الدوري المصري لكل فرق الدوري المصري. رساله لبطوله الابطال اللي الاهلي خلاص دخل فيها دوري المجموعات. مجموعه رسائل كان النادي الاهلي هيبعتها بالفوز النهارده، وخاصه ان هو لو قبض على سيمبا كويس في الشوط الاول وزود كمان سكور في الشوط الثاني، النادي الاهلي النهارده كان ممكن طلع بسكور عالي. لكن الحمد لله والشكر لله
قدر الله ما شاء فعل. احنا عندنا مباراة العودة بأمر الله هتكون يوم 24 الثلاث اللي جاي هنا في مصر بحضور 30,000 وحش. احنا بقى الجمهور 30,000 وحش هيكونوا بيشجعهم في الاستاد ان شاء الله بأمر الله، نعوض بيها المنظر اللي احنا شفناه النهارده. ان شاء الله بأمر الله هيكون رجع كمان التشكيل الاساسي او القوام الاساسي للنادي الاهلي. بالرغم ان انا مش معترض يا جماعه عشان ما حدش يفهم غلط، انا مش معترض عن السكواد اللي كان موجود النهارده او التغييرات، لا احنا لسه بنقول امبارح ايه، بنقول الاهلي بمن حضر. لكن يعني هو ربنا سبحانه وتعالى حتى جعل الحياه درجات وطبقات. فوجود عبد المنعم بيعمل تركيز شويه في الدفاع اكتر من رامي ربيعه. وجود امام عاشور في خط النص بيعمل التزام شويه اكتر من كوكا. تمام، يعني اكتر، يعني فاهمين. علي معلول وجوده النهارده، اقول لك على حاجه، كريم الدبيس هايل النهارده مش وحش، لكن لو تلاحظ ان كريم الدبيس النهارده كان مكتف نفسه في الدفاع من الخوف. هو خايف ان هو يحصل اي غلطه، خايف اي ثغره تحصل من ناحيته فيتقال ده بسبب ان علي معلول مش موجود والكلام ده، فلذلك هو التزم بالشق الدفاعي قوي. لذلك ما شفناهوش في تقدم كتير. تمام. فطبعا مع رجوع علي معلول بخبراته بدنيته، مع امام ان شاء الله بامر الله تكون خلاص الدنيا اتظبطت، مع عبد المنعم بامر الله يكون موجود. تمام. بيرسي تاو يركز شويه، يمكن مودست ربنا يفتح عليه، الله اعلم. فان شاء الله بامر الله يوم الثلاث هيكون خير. اخر حاجه عايزين نتكلم فيها الدوري المصري. احنا طبعا عارفين ان الدوري المصري بدأ النهارده بمباراتين. النادي المصري مع طلائع الجيش. النادي المصري كسب 1-0، مباراه عاديه، انا شايفها عاديه ما فيهاش حاجه الحاجه القويه اللي تتقال. لكن طبعا سيراميكا، يعني بصوا سيراميكا عمل احلى شغل النهارده على الداخليه. سيراميكا موت الداخليه 4-0 النهارده، وكانت مباراه فيها اهداف ضايعه اكتر من اللي جت. وهو ده اللي احنا عايزينه، عايزين المباريات السخنه. المباراه مش مهم مين يكسب ومين يخسر، تمام، المهم عايزين مباريات باهداف، مباريات بحركه، علشان زي ما قلنا الدوري بتاعنا يعلى ان شاء الله بامر الله. بكره في 3 مباريات، بلديه المحله مع الاتحاد السكندري، وانبي مع البنك الاهلي، ومباراه الغد بقى اللي هي طبعا الشو كله هتبقى مباراه الزمالك وسموحه. ان شاء الله بامر الله تكون عوده حميده للدوري المصري، ونرجع تاني نستمتع بمباريات حلوه. بكده تكون حلقتنا النهارده خلصت واخبارنا خلصت. سعيد جدا بلقائي مع حضراتكم. بدعي ربنا سبحانه وتعالى ان حلقه النهارده تكون عند حسن ظنكم، وبطلب من حضراتكم دعما لاخوكم. ما تحرموناش يا جماعه من اللايك، من الشير. ولو حضرتك جديد معانا اول مره بتشوفنا وعجبك المحتوى اللي بنقدمه، يا ريت نتشرف باشتراك حضرتك معانا في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من برنامج اهلاوي فندي. ان شاء الله بامر الله بكره مع نهايه اليوم هنتقابل ان شاء الله بعد ماتشات بكره. ان شاء الله نتقابل ونشوف عندنا ايه بكره. سعيد مره تانية بلقائي مع حضراتكم. اشوفكم بكره ان شاء الله. تصبحوا على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أسامة عماد متعب مرتدة تصوير، وجول جول جول جول. الفرصة للفريق الأحمر عرضية. ولكن احذروا الكاو، احذروا الكاو. ترجع الكرة بالراس، القاضية ممكن، شاط الكرة. علي محلول يوزع